أخ النوش، أردنا استقالتك لا أن ترتدي جلبابا وطربوش وتعد علينا الخسائر بملامح المدهوش وكلام خشبي أضفيت عليه بعض الرتوش. أخ النوش، جلست مع وزرائك تتفرجون من أعلى العروش، لا بلاغ ولا بيتاس ولا حتى تحريك رموش، اكتفيتم بإرسال رجالات حموش فتسببتم في الشغب والتخريب من أبناء الهيبوش. من يحرق أو يخرب فاسد، لا فرق بينه وبين أصحاب الكروش. أردنا الصحة والتعليم ومستقبلا بالورد مفروش، لا نهبا وتخريبا وجثة تحمل فوق النعوش. المخرب مجرم حتى ولو كان صغيرا بين ساقيه لكوش، بل وحتى ولو كان تخريبه بضع خدوش. التصدي لهؤلاء واجب ولو يقتضى الأمر بالخرطوش، فهم أعداء الوطن وخدام بن بطوش. مواطنة مغربية سلبوا بقعتها، فافترشت في العراء لحافا ووسادة، وأسرة جردوا منها معالم السعادة. بقعة تجارية نهبها أحد القادة، أليست هذه بوادر الإبادة؟ ونساء ماتت ساعة الولادة في مستشفى ليس فيه دواء ولا ضمادة ولا طبيب، فالأطباء فتحوا عيادة. تعليم رقعوه بمدارس الريادة، وأسعار ملتهبة لا تعرف سوى الزيادة. خطبة الجمعة على الورق وأغلبها معادة، مساجد فارغة ما عادت مرتادة. قوانين تشجع على الزنا والقوادة، وملعبه كي يبنى أين الإفادة؟ مواسم ومهرجانات نجيدها أيما إجادة، كي نبهر الأجانب وننال الإشادة. كأس العالم ليس تقدما بل حصان طروادة، فلما نمنح نكسة اليونان شرف الإعادة؟ ملاعب تبنى في رمشة عين يا لها من إرادة، مستشفيات تدخلها مودعا ناطقا بالشهادة، وتعليم لا يسعى للتوعية بل للبلادة. أجل يا سادة، المهم أن يربح المنتخب كأسا وقلادا. نادي الاستفادة سلبوا بقعتها فافترشت في العراء لحافا ووسادة. بقعة تجارية نهبها أحد القادة، أبربكم أليست هذه بوادر الإبادة؟ أسرة بعين حرودة جردوا منها معالم السعادة، ونساء ماتت ساعة الولادة في مستشفى ليس فيه دواء ولا ضمادة ولا طبيب، فالأطباء فتحوا عيادة. تعليم رقعوه بمدارس الريادة، وأسعار ملتهبة لا تعرف سوى الزيادة. خطبة الجمعة على الورق وأغلبها معادة، مساجد فارغة ما عادت مرتادة. نص قانوني يشجع على الزنا على القوادة، وملعبه كي يبنى أين الإفادة؟ مواسم مهرجانات تفاهات نجيدها أيما إجادة، كي نبهر
نبهر الأجانب وننال الإشادة. كأس العالم ليس تقدما بل حصان طروادا، فلما نمنح نكسة البرازيل شرف الإعادة؟ ملاعب تبنى في رمشة عين، يا لها من إرادة. مستشفيات تدخلها مودعا ناطقا بالشهادة، وتعليم لا يسعى للتفوق بل للبلادة. أجل يا سادة، المهم أن يربح المنتخب كأسا وقلادا. بعد أن اعتذر المغرب عن تنظيم كأس أفريقيا وكأس العالم، قام ببناء عشرات المراكز الاستشفائية المجانية المجهزة بأحدث المعدات الطبية وأمهر الأطباء. وقد تميزت هذه المستشفيات الحديثة الإنشاء بتخلصها من التصميم البدائي القديم الشبيه بحمام شعبي والذي يبعث على الكآبة والضيق. بالإضافة إلى المستشفيات ذات الجودة العالية، تم إنشاء العديد من الجامعات والمدارس العمومية بطابع هندسي متطور يتفوق على المدارس الخصوصية وعلى الجامعات الأمريكية، مع توفير المنح واللوازم المدرسية مجانا لجميع الطلبة والتلاميذ دون استثناء. أما فيما يخص المياه الصالحة للشرب، فقد تم حفر المئات من الآبار وتدشين العشرات من السدود لإيصال المياه إلى أقصى قرية منسية في جبال الأطلس وغيرها من الأقاليم والمناطق النائية. كما أنه تم إصلاح وتعبيد الطرق في مختلف شوارع ودروب الوطن وفقا للمعايير الأوروبية واليابانية. علاوة على ذلك، تم إحداث مصحات وبيوت إيواء وملاجئ لاحتضان المجانين والمشردين والكلاب والقطط الضالة. هذه المشاريع العملاقة شملت جميع المدن المغربية وخاصة المدن المهمشة والمناطق القروية، ليشهد المغرب بذلك ثورة كبرى في التعليم والصحة والبنية التحتية، محققا المستحيل كأول بلد أفريقي متطور ذو الخصائص الأوروبية.